اهلا وسهلا ومرحبا مشاهدي قناه مطبخي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الشباكيه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنايا كيلو ديال الدقيق ديال الفورص، عندي هنايا كاس ديال اللوز مطحون بالقشور ديالو ما محمرش، كاس ديال الزنجلان، كاس ديال الزبده، كاس مخلط زيت البلديه وزيت الروميه، كاس ديال الماء الزهر. هنا عندي كاس ديال الماء فيه الزعفران، عندي معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره عامرين مزيان ديال حبه حلاوه والقرفه كوزه والمسكه الحره، ومعلقه راس معلقه ديال الخميره معجونه، ومعلقه ديال الخل كبيره، معلقه كبيره ديال الخل. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي النواشف. غادي نوضع كاس ديال اللوز، كاس ديال الزنجلان، حبه حلاوه والنافع والقرفه، مسكه الحره، الكوزه، وغادي نخلطو مزيان هاد المكونات كاملين بحال هاد الشكل هذا. غادي ناخد اناء وغادي نغربل فيه هاد الشيء. غادي نغربلو، حاولوا انكم تبسبسوه مزيان بحال هاد الشكل هذا، باش ما يبقاوش لينا كاع نهائيا دوك النواشف مكورين، وباش يتلبسوا لنا بالدقيق. من بعد ما غربلناه مزيان غادي نضيفو دابا السوائل. غادي نضيفو الزيت اللي مخلطه نص كاس زيت البلديه ونص كاس ديال زيت الروميه، كاس ديال الزبده، كاس ديال الماء الزهر، معلقه كبيره ديال الخل، وكاس ديال الماء فيه الزعفران، وراس معلقه ديال الخميره المعجونه او حبيبات. وغادي نجمعوا المكونات كامله. بالنسبه للعجينه ديال الشباكيه دلكوها مزيان باش تجيكم زوينه. دابا غادي ندلكوها مزيان. الشباكيه كتبغي تدليك مزيان، حاولوا انكم تخدموها مزيان. من بعد ما دلكنا الشباكيه مزيان وجمعناها غادي نوضعها في بلاصتيكه نخليها ترتاح لمده نص ساعه. عاد ديك الساعه غادي نبداو نخدموا. كما كتشوفوا شكلتهم كويرات وخليتهم كيرتاحوا. دابا غادي ندلكوها على هذا الشكل هذا. ندلكوها وغادي نطويوه بحال هكا، نعاودو نطويوها هكا. كما كتشوفوا دابا غادي نوضعوهم في بلاصتيكه ونخليوهم يرتاحوا. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه غادي نقطعوها يعني هذا الشكل هذا. كتشوفوا بحال هكا.
هكا قياس اللي غادي تصايبوا به الشباكيه ولا غادي دوزوه في الماكينه. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه دابا غادي نطلقوها هكا كتشوفوا. غادي ندوزوها في الماكينه ديال الشباكيه. بالنسبه للماكينه ديال الشباكيه انا هنايا غادي ندير رقم 2. غادي نحيدو الزوائد اللي في الجناب. نوضعوهم في بلاصتيكه. غادي نقطعو 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. غادي نشبكو دابا. ناخدو الشباكيه غادي نديرو 1 الفوق 2 3 4. 3 يكونوا الفوق وجوج لتحت. 3 الفوق وجوج لتحت. كناخدو هاد الجوانب وكنجمعوهم كنشدوها مزيان بحال هكا وكنحطو بحال هكا كما كتشوفوا هكا وكنقرصوا الجوانب هكا. هانتوما كما كتشوفوا كناخدو واحده هكا. 3 يكونوا الفوق وجوج لتحت. كنقرصوا الجوانب وكنقلبوا بحال هكا. نحيدو الزوائد. كما كتشوفوا من بعد ما كملنا الكميه اللي عندنا كلها دابا غادي ندوزو نقليو الشباكيه. حاولوا انكم دائما ملي تصايبوا الشباكيه تجمعوها باش ملي تقليوها ما تحلش ليكم. كما كتشوفوا الزيت ها هي سخونه. دابا غادي نبداو نلوحوا الشباكيه. حاولوا انكم تجمعوها باش ما تحلش ليكم. كما كتشوفوا هذه هي الشباكيه ديالنا من بعد ما وجدات. كتجي صراحه غزاله بزاف وزوينه وهشيشه معلكه كتذوب في الفم. كنتمنى انكم تجربوها وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.